السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو ده هنعمل متابعة سريعة لمشروع محور 26 يوليو الجديد ووصل لحد فين. والحقيقة المشروع ماشي بسرعة رهيبة جدا، خاصة إن المشروع في الفترة الحالية موجود أو أهم جزء فيه في شارع أحمد عرابي، ومعطل المرور بشكل كبير جدا، وده اللي مخلي الموضوع بيتسرع. الكوبري اللي أمامنا ده الوصلة التانية اللي هي المفروض المرحلة التالتة او اللي هتسلم مع المرحله الثالثه، وده المرحله الاولى اللي هي جايه من شارع احمد عرابي وهتروح مباشره للطريق الدائري. احنا كده تحديدا موجودين في اعلى كوبري عرابي او اعلى كوبري محور عرابي، في بدايه محور عرابي وانت داخل شارع احمد عرابي وانت جاي من الدائري. طبعا المكان هنا المشروع بيظهر بشكل مفاجئ للناس اللي ممكن لو انت قعدت اسبوع ما عدتش من المكان هتعدي هتلاقي فيه اختلاف تام في المشروع. طبعا دي الطلعة اللي جاية من المحور. يعني المحور احنا كده ماشيين في اتجاه سفينكس. اللي جاي كده هيبقى سطحي، وبعد كده هيجي في النقطة اللي احنا تحديدا اللي احنا واقفين فيها ديت، هيطلع طلعة تطلع الكوبري اللي احنا صورناه من شوية، بحيث ان هي تلف وتدخل على الاتجاه اللي رايح اكتوبر، وبعد ما تعدي على الدائري. كل الطريق اهوت اللي هنا الملف بتاع احمد رابي لو انتوا عارفينه. ابتدى يعني شوية كده اللي هيمر بكرة او بعده هيبص تلاقيه اترصف. وادي شارع احمد عرابي من الوسط كده. المشروع الجزء اللي على شمالنا ده هيترصف، وبعد كده يتعمل طلعة للكوبري اللي احنا وريناها لكم في اول الفيديو، وايضا يتعمل طلعة اخرى، او مش طلعة بقى، هيبقى يعني تمهيد للطريق كده، بحيث اللي يطلع رايح اتجاه الدائري واللي طالع اتجاه اكتوبر هيطلع الكوبري العلوي وياخد الاتجاه الجديد اللي بيتعمل حاليا اللي هو المحور الجديد. طبعا المحور بيبدأ من اسفنكس، اتعمل له نزلات من او سلم مع كوبري 15 مايو، هدوا النزلات القديمه اللي هي كانت رايحه شارع عرابي، وعملوا نزلات جديده تستوعب الكثافه المروريه، بحيث ان هي تاخد حركه المرور بشكل اسرع. وايضا عملوا يوتيرن، ان انت ممكن تطلع 15 مايو من المحور. انت هتنزل مثلا من المحور وطالع رايح اتجاه التحرير، هتمشي وتاخد قبل نادي الزمالك بالظبط، هتطلع يمين تلف من عند السينما، معمول طلعة جديدة وتدخل اتجاه التحرير. لو انت رايح اتجاه ميدان لبنان برضه هتلاقي في طلعة بتتعمل جنب الكافيه الكافيه اللي موجود او المطعم اللي موجود على اليمين ده، قبل ما تدخل او قبل ما تنزل تحت كوبري 15 مايو، هتطلع الطلعة يمين تروح ميدان لبنان او اتجاه الدائري. لو انت بقى جاي من التحرير او جاي من كوبري اكتوبر، هتنزل النزلة الجديدة اللي عملوها وتدخل على الاتجاه اللي رايح على محور عرابي او رايح على اكتوبر. الطلعة هي اللي بقول لكم عليها اللي محطوطة على اليمين دي الطلعة اللي بتوديك على اتجاه ميدان لبنان والدائري. ولو دخلنا قدام شوية كده هنلاقي فيه الطلعة اللي رايحة من جنب نادي الزمالك بتلف ترجعك على التحرير، اهي اللي موجودة على الشمال هناك دي. ده كده الكوبري، طبعا كوبري 15 مايو. 15 مايو هيتوسع عشان يستوعب الحركة، وبيتعمل له برضو طلعة من كوبري من شارع أحمد عرابي اللي رايح اتجاه التحرير. هيطلع برضو في طلعة جديدة بعد ما هدوا الطلعة القديمة، هيتعمل طلعة جديدة تروح اتجاه التحرير. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده وقت الذروة في شارع أحمد عرابي. أنصح الناس اللي طريقها هناك تحاول تشوف أي طريق غير شارع أحمد عرابي، ممكن محور صفت، ممكن الضبعة، ممكن الكورنيش. يحاول يبعد عن شارع احمد رابي لانه زحمه طول الوقت لحد ما المشروع يتسلم. طبعا الطريق كله شارع احمد رابي بالكامل هيتوسع تقريبا. المكان اللي انا فيه ده هيتعمل فيه بقى بدايه الطلعه اهو، بدايه الطلعه اللي رايحه اتجاه المحور الجديد اللي هو هيبقى رايح اكتوبر بقى في الايه في التوسعه الجديده اللي هو المحور 26 يوليو الجديد. كوبري قدامنا اهو تقريبا بيتشطب، فاضل وصله صغيره جدا. المشروع ان شاء الله قريب جدا هيتم الافتتاح. عايز افكركم برضو ان دي المرحلة الاولى من محور 26 يوليو الجديد، في مرحلة تانية وتالتة ورابعة اللي هو محور السبتية. وان شاء الله باذن الله
المحور ده هيعمل انفراجة كبيرة جدا لمحور 26 يوليو القديم، وهيقضي على الازدحام اللي كان موجود واللي كنا بنعاني منه، اللي رايح اكتوبر كان بيعاني منه. ادي الدائر المحور اهو من اوله، او الكوبري اللي هو بيوديك على المحور الجديد بقى، اللي هو انت داخل محور عرابي عادي بشكل، يعني اللي رايح محور عرابي بيروح على اتجاه الدائري، بدل ما يطلع الدائري هيطلع المحور او هيطلع الكوبري اللي على يميننا ويخش في طريقه مباشرة. بشكر حضراتكم.